السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم أصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده التمرين رقم 59 في برنامج الإعداد العام الخاص بالناشئين. وزي ما قلت لك قبل كده البرنامج ده بيخدم فئة 11 سنة إلى 15 سنة، الفئة اللي هي الناشئين. بس قبل ما تطبق البرنامج ده أنا عايز منك حاجتين. أول حاجة لازم تكمل الفيديو للآخر عشان تعرف كل تفصيلة في قلب الفيديو وتعرف المجاميع بتتكون من ايه. النقطة التانية والمهمة، قبل ما تبدأ تشتغل على البرنامج ده لازم تركز 3 خطوات مهمين جدا. أول خطوة، لازم تكون السباحين اللي معاك عامل لهم كشف طبي ومطمن على حياتهم الصحية، لأن البرنامج ده فيه تحملات عالية وفيه مجهود بدني عالي، فطبعا لازم السباح يكون هيقدر يعمل التمرينات دي. دي النقطة الأولى. النقطة التانية برضو مهمة جدا، ضروري أوي السباحين اللي معاك عشان تقدر تشتغل معاهم على البرنامج ده لازم تطبق معاهم البرنامج ده يكونوا عايمين الأربع عومات وعارفين جميع مهارات السباحة والهاي تكنيك كمان، وعندهم فكرة عن كتير من الدريلات الخاصة بالعومات. ده هيساعدك في إن أنت برضو مش هتعطل نفسك، هتقدر تشتغل بشكل كويس. تمرينة أو النقطة التالتة والمهمة، مهم أوي إن السباحين اللي معاك قبل ما ينزلوا ياخدوا التمرينة يعملوا إحماء أرضي، يعني شوية إطالات كده على استرتشات. ده هيساعدهم بشكل كبير إن مستواهم إن شاء الله يتطور ويستفيدوا قدر المستطاع من الوحدة التدريبية. تمرين النهاردة رقم 59 في البرنامج المكون من 100 تمرينة. إن شاء الله تقدر تشتغل على البرنامج ده من أول تمرينة واحد لغاية تمرينة 100 في الفترة اللي هي بتاعت الإعداد العام الخاصة قبل ما تبدأ تشتغل في إعداد خاص. مهم قوي ان انت تقسم الفترة الخاصة بالبطولة الى بعض التقسيمات، اهمها هي فترة الاعداد العام الخاصة بالناشئين. الفترة دي بيكون ليها وقت على حسب المدة الزمنية الخاصة بيك، تقدر توزع الوقت بتاعك. فانا حاولت اسهل لك الامور واوفر لك البرنامج ده، هيساعدك كتير قوي في ان مستوى السباحين يتطور بشكل كبير. عايز اقول لك على ان التمرينة دي مكونة من مجاميع اساسية، والمجاميع الاساسية بداخلها مجاميع فرعية. المجاميع الاساسية بتكون عندنا الورم اب، البري مين، المين ست، والريكفري، والتوتال. النهارده 1900 وتمرينة ثمينة فيها تنوع كتير. ركز معايا لغاية اخر نقطة في التمرين علشان تستفيد وعشان تقدر تشرحها للسباحين اللي معاك وتطلع نتائج كويس. الورم اب عندنا عبارة عن 300 متر حرة، سباح بيعوم 12 مرة رايح جاي، بيعمل 12 سيم لاين، 12 بريك اوت، بيعمل 11 تيرن. مهم قوي السباح يركز في الهاي تكنيك بتاعه، الترنات، السليمات، البريك اوت، يعوم هاي قلبه كل 3 نفس، عايم مرتاح، ايقاع الرجلين مظبوط مع الراس مع النفس، مع الدراعات، مع البادي بوزيشن، مع الهيد بوزيشن. العومة ما فيهاش غلطة، وتبدأ على قد ما تقدر اشرح للسباحين، بس ما توقفش السباح وهو عايم المسافة بتاعته. بعد ما يخلص قول له حبيبي ركز في كذا وكذا، وهو عايم يبقى عينه عليك. تبدأ بقى تديله تعليمات، ظبط دراعك، ظبط راسك، نايم راسك على المية، خد النفس، شغل رجلك، تديله إشارات وهو عايم بس ما تعطلوش. بري ميل عندنا النهاردة 8 في 25 على الباك كيك. السباح بيعمل ضربات رجلين باك، ما قالش هنا وضع الإيد عامل إزاي، فما عندناش مشكلة. ممكن نعمل باك ستريتش اللي هي الباك ستريم لاين، ممكن نعمل باك 11، ممكن نعمل باك 1 ارم، ممكن نعمل باك هيومن، ممكن نعمل باك سكالينج، ممكن نعمل باك يعني اشكال الايد ممكن تختلف كتير. ولكن عايز اقول لك ان لازم نركز في ضربات الرجلين. ضربات رجلين الباك مهمة قوي، ان الرجلين بتكون غارقة جوه المية، غرقانة جوه المية. الضربة بتيجي من زي نفس ايقاع المشي او نفس تكنيك المشي بالظبط. الحركة بتيجي من مفصل الفخذ في تانية بسيطة في الركبة، وبنفرد مشط رجلينا ونشوط المية جامد. رجلينا ما تطلعش بره المية في الباك. آثار الضربة هي اللي بتبين الرجلين. وضع الراس مهم جدا، وضع الجسم برضو مهم جدا، الجسم تكون رجلين واقعة شوية. النقط دي لازم نركز فيها مع السباحين عشان ده اللي هيطور مستواهم. 8 في 25 ريست بيكون من 30 ل 45 ثانية. بنحاول إن احنا نقول للسباحين على بعض التفاصيل المهمة في التكنيك، وده هيساعدهم إن شاء الله المستوى يتحسن. المين سيت عندنا النهاردة عبارة عن 1300 متر. في ال 1300 متر احنا عندنا 4 مجاميع. المجموعة الأولى عبارة عن 4 في 50. الأربعة في 50 حرة، سبرنت أول أوت، جيت ذا تايم، ريست دقيقة. مهم أوي إن السباح يعرف التايم بتاعه في الأربعة في 50 دول. أول 50 هنقيس للسباح. في بعض الفنيات بنقول للسباحين أثناء القياس على السبرنتات. رقم واحد في الحرة بنقول للسباح إن الستريم لاين كيك دولفين لازم يكون قافل على راسه كويس، كيك دولفين قوي وسريع. الانتقال من الكيك دولفين إلى رجلين الحرة برضو بيكون سريع جدا. بنطلع بره المية أول كاتشين من غير نفس، بنحاول نقلل نفس على قد ما نقدر في 50% على أي قياس. بنثبت النفس من اتجاه واحد أثناء القياس. ده طبعا بيساعد السباح إن مستواه يكون فاهم هو بيعوم بيعمل إيه.
بنقيس على اول 50. الريست بتاعنا دقيقة فالسباح بيرتاح معاك كويس. بنقيس على اول 50 ونحاول نقرب الرقم ان شاء الله في باقي الخمسينات. المجموعة التانية هي عبارة عن 3 في 200 حرة ايروبيك، يعني هنا السباح الراحة بتاعته ايجابية مش سلبية. بنبدأ نعوم 600 متر مقسوم على 3، يعني 200 في 200 في 200. الريست بتاعها 45 ثانية، بتهدي السباح خالص. بعد كده عندك 8 في 50 فري فاست كيك. عندنا 8 في 50 رجلين سريعة جدا، مجموعة قوية وتقيلة. لازم السباح يعملها كويس. بعد كده بنسمع السباح برضو في الريست بتاعه الرقم بتاعه في الرجلين عشان يعرف الفرق ما بين الرجلين والدراعات، وده شيء مهم جدا. 4 في 25 بريست. عندنا برضو سبرنت ده، بس ما قالش سبرنت، فبرضو احنا بنهدي السباح على قد ما نقدر، لان عنده ارقام كتيرة قوي النهاردة. فده مهم قوي ان السباح يركز فيهم على الارقام بتاعته. الريكفري عندنا عبارة عن 100 متر تشويز. انا بفضل باك بريس، ده اكتر حاجة بتخلي السباح ينفس والنبض بتاعه يرجعوا طبيعيين. مهم قوي ان السباح اللي معاك علشان مستواه يتحسن تركز معاه على التهدئة، ان هو يكون هادي، النفس بتاعه يرجع طبيعي ويمسك مية بشويش ويتنفس كويس ويفضل رايح جاي. ده هيساعده في ان شاء الله مستواه يتحسن وينتقل من الابتدائية الى الاحترافية. تابعني يا بطل، واعرف ان انا ان شاء الله كل يوم بنزل لك تمرينه بتكلم فيها عن الاعداد العام. النهارده التمرين رقم 59، ان شاء الله اشوفكم في التمرين رقم 60. بس قبل ما انهي الحلقه عايز اقول لك ان التوتال 1900، والتمرينه دي ممكن تكررها مره واتنين بحد اقصى 3. لو حسيت ان الغياب معاك مثلا عدد كتير غايب، لو حسيت ان مثلا لا قدر الله انت ما كنتش يعني مش قادر تسيطر على التمرين، او كان عندك مثلا مشكله في حاجه معينه، ممكن تكرر التمرين مره واتنين بحد اقصى 3. زي ما قلت لك ان شاء الله كل ما انزل لك تمرين هتكلم فيها عن الاعداد العام لغايه لما نخلص ونبدا نخش على الاعداد الخاص. تابع القناه واعمل اشتراك وسيب لي كومنت وقول لي السباحين اللي معاك اعمارهم كام سنه، وصلت معاهم لايه بالظبط، قياساتهم في ال50 وفي ال100 وفي ال200 وفي ال400 عامله معاك ايه. وانا ان شاء الله اتابعك واقول لك المستويات اللي جايه او الفتره اللي جايه هنشتغل على ايه بالظبط. شكرا ليكم يا شباب، واتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله. حبيت اضيف لك حاجه بس افكرك بيها، ان انا عامل لك بلاي ليست كامله بتتكلم عن منهج تعليم السباحه. المنهج ده عباره عن 10 مستويات، انا هحطهم لك في بلاي ليست من اول ليفل 1 لغايه ليفل 10. ازاي توصل بالمتدرب اللي معاك لو هو زيرو في السباحه، ازاي توصل معاه ان هو يكون سباح جامد. دي نقطة. النقطة التانية عامل بلاي ليست تانية برضو قايل فيها ان البرنامج الاعداد العام ده عبارة عن 100 تمرينة، انا حيطهم لك كلهم مع بعض ان شاء الله. يعني تقدر تستفيد بيهم، ممكن تجمعهم وتاخد التمرينات دي تعملها مثلا PDF، ويبقى ده شغلك الخاص بيك. شكرا لكم يا شباب، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اشوفكم في الحلقة اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله.